السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم دكاترة الصف السادس الابتدائي. يتجدد اللقاء بكم مع درس جديد من دروس مادة اللغة العربية، وإحنا موعدنا النهاردة مع القصة القصيرة نسر. هنا بيقول لي: لم أكن أعلم أن لكلمات جدي هذا التأثير، فلم أتذكرها في أي عمل إلا وأحرزته، ولا أي مهمة صعبة إلا وأتممتها. فقد كان من المفترض حيث الصف السادس تعلم لغة جديدة، وحين شرعت في تعلم تلك اللغة كان الأمر في بدايته صعبا جدا بالنسبة لي، لغة صعبة، ودائما ما كنت أخفق في نطق بعض الكلمات. فما أن تذكرت ما قاله لي جدي حتى قلت لنفسي بصوت ليس بخفيض: إنه السر. ونظر إلي أصدقائي بتعجب، وذهبت للمعلم فأخبرني بالنطق الصحيح، وظللت أكرر وراءه حتى أصبح الأمر أكثر سهولة. القصة القصيرة اللي معانا النهاردة ما السر؟ كانت تواجهه أي مشكلة كان دائما ما يتذكر كلمات جده التي كانت تمثل الدافع القوي له في إنجاز أي أعمال. طيب هنا أهم الكلمات اللي هي وجدت معايا: أحرزته، نفذته. طيب أتممتها، أكملتها. شرعت معناها بدأت. حدث كما فهمت من الفقرة. طبعا أثر هذه الكلمات على بطل القصة وأتممتها. هذه هي الإجابة. تناولنا الطعام وحان موعد الذهاب للتمرين، وقد حضر طلعت صديقي ليذهب معي، فتذكرت أن المدرب أخبرني بأني اجتزت مركزا وعلي أن أتدرب تدريبا آخر ولكنه أقوى من سابقي. فقلت في نفسي: ماذا سيحدث إن لم أذهب؟ وإذ بكلمات جدي ترن في أذني، وشعرت بالحماس والرغبة في اجتياز هذا التدريب. ونظرت إلى صديقي مبتسما وقلت له: لقد أخبرني جدي بسر غير حياتي. طبعا هنا بطل القصة ينتقل إلى مشهد آخر، وهو مشهد تناول الطعام، وقد جاء موعد الذهاب للتمرين، وقد حضر أحد أصدقائه ويدعى مين؟ طلعت. فتذكر هنا أن المدرب أخبره أنه اجتاز، يعني عبر مركزا آخر وعليه أن يتدرب تدريبا شاق. فقلت في نفسي: ماذا سيحدث إن لم أذهب؟ هيحصل إيه لو أنا ما رحتش؟ وهنا تذكر كلمات جده وشعر بالحماسة والرغبة في اجتياز هذا التدريب. ونظرت إلى صديقي مبتسما وقلت له: لقد أخبرني جد بسر غير حياتي. يبقى بما أخبر المدرب بطل القصة، الإجابة هنا بطل القصة أخبره بأنه اجتاز مركزا وعليه أن يتدرب تدريبا آخر ولكنه أقوى من سابقه. صف شعور المتحدث حين تذكر كلمات جده. كان يشعر بالحماسة والرغبة في اجتياز هذا التدريب. رد طلعت قائلا: أخبرني به بسرعة. فقلت له: السر في عقلك أنت وفي طريقة تفكيرك. فنظر إلي مبتسما وقال: يا بلال، أسرع فلدينا تمرين مهم. قلت له: أنا لا أمزح، فقد أخبرني جدي بأن السر يكمن في عقلك، فلكل منا قدرات ومهارات غير محدودة،
وعلينا أن نحاول مرارا وتكرارا ولا نيأس، والفشل ما هو إلا خطوة في طريق النجاح. فكم من عالم فشل مرارا حتى توصل إلى اختراع عظيم غير به العالم. لذا فعليك أن تحقق أحلامك وطموحاتك أنت بنفسك، كما أن امتلاك الشجاعة للشروع في الأمر أكثر أهمية من النجاح. وأوصاني بكلمات: حاول، ثابر، استعن بالله وستنجح. يبقى أين يكمن السر الذي غير حياة بلال؟ السر يكمن فين؟ في عقلك. فلكل منا قدرات ومهارات غير محدودة، وعلينا أن نحاول مرارا وتكرارا ولا نيأس. أكمل. أوصل جد بلال بكلمات هي إيه؟ إيه هي الكلمات؟ طبعا: حاول، ثابر، استعن بالله وستنجح. الغريب في الأمر أني كلما تذكرت كلماته استطعت أن أفعل ما لم أفعله من قبل. ذهبنا للتمرين واستطعت بالفعل أن أتعلم هذه الحركات الجديدة، وكان المدرب ينظر إلي بكل فرح وتشجيع. وعندها نظر إلي طلعت قائلا: من الآن فصاعدا لن تكون كلمات جدك سرا. ماذا سيحدث؟ تذكر بلال كلمات جده، استطاع أن يفعل ما لم يفعله من قبل، على ما يدل ما قاله طلعت لبلال في نهاية القصة. طبعا ده بيدل على أهمية الكلمات. على ما يدل ما قاله طلعت لبلال في نهاية القصة يدل على اقتناع بلال. والآن وصلنا مع بعض إلى أهم اللغويات اللي هي موجودة معانا في هذا الدرس. طبعا واللغويات موجودة في كل الكتب الخارجية، فمن المهم الطالب ان هو يحاول يحفظ على قد ما يستطيع بحيث ان هو يبقى عنده حصيلة لغوية. طبعا دي بتساعده في فهم القطع. طبعا أهم الكلمات التي ينبغي أن يركز عليها الطالب، هنا كلمات كثيرة فاحنا سوف نختار بعضها. هنا كلمة خفيض من الكلمات المهمة، ودي كلمة جديدة. شرعت معناها بدأت. أحرزته، سجلته أو حققته. ثابر معناها واظب وداوم مستمر. الغريب معناها العجيب. بس ينبغي على الطالب هو حفظ جميع الكلمات. والآن وصلنا إلى حل الأنشطة على القصة القصيرة. هنا بيقول لي نشاط رقم 1: لم أكن أعلم أن لكلمات جدي هذا التأثير، فلم أتذكرها في أي عمل إلا وأحرزته. أي مهمة صعبة إلا وأتممتها. فقد كان من المفترض حيث الصف السادس تعلم لغة جديدة. حين شرعت في تعلم تلك اللغة كان الأمر في بدايته صعبا جدا بالنسبة لي لمجرد التفكير فيه فقط. فهي لغة صعبة، ودائما ما كنت أخفق في نطق بعض الكلمات. فما أن تذكرت ما قاله لي جدي حتى قلت بصوت ليس بخفيض: إنه السر. معنى هات من الفقرة معنى بدأت. فين الكلمة معناها بدأت؟ معناها هنا إيه؟ بص معايا يا بطل. بدأت معناها إيه؟ شرعت. مضاد أنساها، أتذكرها. جمع كلمة كلمات. جمع كلمة إيه؟ كلمات. صحيح يعني. كلمات الجد كانت سبب في إنجاز المتحدث للأعمال والمهمات الصعبة. طبعا دي إجابة صحيحة. 2: كان المتحدث متميزا في نطق كل كلمات اللغة الجديدة. طبعا دي إجابة خاطئة. هنا جيم بيقول لك صف حال المتحدث حين شرع في تعلم لغة جديدة.
نشاط رقم 2 هنا بيقول لي ايه؟ تناولنا الطعام وحان موعد الذهاب للتمرين، وقد حضر طلعت صديقي ليذهب معي، فتذكرت أن المدرب أخبرني بأنني اجتزت مركزا وعلي أن أتدرب تدريبا آخر ولكنه أقوى من سابقي، فقلت في نفسي ماذا سيحدث إن لم أذهب؟ وإذ بكلمات جدي ترن في أذني، وشعرت بالحماس والرغبة في اجتياز هذا التدريب. ونظرت إلى صديقي مبتسما وقلت له لقد أخبرني جدي بسر غير حياتي. مرادف تخطيت معناها اجتزت. مضاد كلمة لاحق، طبعا هنا سابقه. مفرد مراكز مركز. أخبر المدرب طلعت بأنه اجتاز مركزا يتدرب تدريبا آخر أقوى من سابقه، طبعا دي إجابة صحيحة. ما شعور بطل القصة عندما تذكر كلمات جده؟ قل له هنا شعر بالحماس والرغبة في اجتياز هذا التدريب. صوب الخطأ في الجملتين التاليتين. الأبراج شاهقة، طبعا الخطأ هنا إيه؟ الفتح. الأبراج مالها شاهقة. هنا التنوين، طبعا هنا هنضع تنوين بالضم. ليه؟ لأن هنا تعرب خبر. شجعت المدربة اللاعبات، طبعا الإجابة هنا إيه؟ اللي هو التنوين بالكسر، لأن دي هنا تعرب مفعول به، والمفعول به منصوب، وده جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم بينصب بالكسرة. نشاط 3 اقرأ ثم. ونظرت إلى صديقي مبتسما وقلت له لقد أخبرني جدي بسر غير حياتي. رد طلعت قائلا أخبرني به بسرعة، فقلت له السر في عقلك أنت وفي طريقة تفكيرك. فنظر إلي مبتسما وقال يا بلال أسرع فلدينا تمرين مهم. قلت له أنا لا أمزح، فقد أخبرني جدي بأن السر يكمن في عقلك، فلكل منا قدرات ومهارات غير محدودة، وعلينا أن نحاول مرارا وتكرارا ولا نيأس، والفشل ما هو إلا خطوة في طريق النجاح. فكم من عالم فشل مرارا حتى توصل إلى اختراع عظيم غير به العالم. لذا فعليك تحقق أحلامك وطموحاتك أنت بنفسك. ألف، تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. معنى أمزح، معنى أمزح. ألاعب، ألاطف، أداعب، أصالح. طبعا أمزح معناها أداعب. مضاد نيأس، نفرح، نأمل، نطمئن، نرضى، نأمل. جمع طريقة، طرق، طرائق، طوارق، مطارق، طرق. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. قدرات ومهارات كل منا قليلة ومحدودة، طبعا دي إجابة خاطئة. 2، يعد الفشل خطوة في طريق النجاح، دي إجابة صحيحة. ما السر الذي غير حياة بلال؟ طبعا السر في عقلك أنت وفي طريقة تفكيرك. اختر الصواب. الجذر اللغوي لكلمة تفكير. فكرة، يفكر، فكر، مفكر، طبعا الإجابة الصحيحة فكر. نشاط رقم 4 اقرأ ثم أجب. لذا فعليك أن تحقق أحلامك وطموحاتك أنت بنفسك، كما أن امتلاك الشجاعة للشروع في الأمر أكثر أهمية من النجاح. وأوصاني بكلمات: حاول، ثابر، استعن بالله وستنجح. الغريب في الأمر أني كلما تذكرت كلماته استطعت أن أفعل ما لم أفعله من قبل. ذهبنا للتمرين واستطعت بالفعل أن أتعلم هذه الحركات الجديدة، وكان المدرب ينظر إلي بكل فرح وتشجيع. وعندها نظر إلي طلعت قائلا من الآن فصاعدا لن تكون كلمات جدك سرا. معنى واضح. هات من الفقرة
معنى واظب. قريب، جمع حلم، أحلام. حاول، ثابر، استعن بالله وستنجح. كلما تذكر بلال كلمات الجد استطاع أن يفعل ما لم يفعله من قبل. ما الأمر الأكثر أهمية من النجاح كما وضح بلال؟ سؤال رقم ج وسؤال رقم د وهاء ده هيكون سؤال الواجب معانا النهارده، وانتوا هتحلوا السؤال وتكتبوا لي الإجابة في التعليقات. وبكده يكون وصلنا مع بعض إلى نهاية درس اليوم. فلو عجبك الشرح أو حسيت نفسك استفدت من الدرس ما تنساش تضغط لايك للفيديو، حاول تشارك الفيديو لزمايلك عشان تكون سبب في نشر العلم، والدال على الخير كفاعله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.